السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعرف نبيك. غزوة الأبواء أو غزوة ودان كانت في 12 من صفر سنة 2 هجريا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل للمدينة في منطقة يقال لها ودان، ودي مكان يبعد عن المدينة ب 250 كيلو متر، وبرضه يقال لها الأبواء، وده مكان في الحجاز به قبر السيدة آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الهدف من الغزوة دي هو الاستكشاف والتعرف على المناطق المحيطة بالمدينة والمسالك اللي بتؤدي إلى مكة المكرمة. عقد النبي صلى الله عليه وسلم معاهدات مع القبائل اللي مساكنها على الطرق دي عشان يشعر المشركين واليهود اللي حوالين المنطقة ان المسلمين اقوياء وان هم خلاص تخلصوا من ضعفهم القديم. انذار قريش بان الخطر بقى قريب منهم وعلى اقتصادهم واسباب معيشها، فتجنح الى المسلمين وتمتنع عن اراده قتال المسلمين في عقر دارهم وعن تعذيب المستضعفين من المؤمنين في مكة حتى يصبح المسلمين احرارا في سبيل تبليغ الدعوة في ربوع شبه الجزيرة العربية. أما بقى أحداث الغزوة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى بلغ ودان أو الأبواء، فوادع بني بكر بن ضمرة ابن عبد مناه ابن كنانة مع سيدهم عمارة ابن مخشي الضمري الكناني، وبعد كده كر إلى المدينة ولم يلق حربا، وكان استخلف عليها سعد بن عبادة. وبعد كده بعث سيدنا حمزة بن عبد المطلب عمه في 30 راكبا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري واحد إلى سيف البحر، فالتقى بأبي جهل وركب معاه 300 من بينهم مجدي بن عمرو الجهني علشان كان موادعا للفريقين، وبعت عبيدة بن الحارث في ربيع الآخر في 60 أو 80 راكبا، وكانوا برضو من المهاجرين ليس معهم أنصار لحد ما وصلوا لماء الحجاز، فلقوا جمع عظيم وعليهم عكرمة بن أبي جهل، ولم يكن بينهم قتال إلا إن سعد بن أبي وقاص رمى سهم في قلوب المشركين، كان أول سهم رمي في سبيل الله، وفر في اليوم ده من الكفار للمسلمين المقداد بن عمرو الكندي وعتبة بن غزوان. ودي كانت أول المعارك اللي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وحصل حلف مع بني ضمرة من كنانة، وكانت المصالحة بين النبي وبينهم إن هو لا يتم غزو النبي صلى الله عليه وسلم منه وما يجوش عليه بالعدوان، وإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم لنصر أجابوه. والكتاب اللي اتكتب في الوقت ده هو بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب محمد رسول الله لبني ضمرة بأنهم آمنون على أنفسهم وأموالهم وأن لهم النصر على من رامهم بسوء بشرط أن يحاربوا في دين الله، وأن النبي إذا دعاهم لنصر أجابوه عليهم بذلك ذمة الله ورسوله.